عاشت بالأرض عدالة، والعرب تآخت والعجم قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي وأعزائي وأحبابي المتابعين في هذا الدرس الجديد. نتابع دائما في دروس الخطوط والكلمات والجمل والفقرات. في درس اليوم سنتعرف على طريقة التحكم في فقرة أو في نص أو في كلمة، يعني التحكم في موضعها بشكل عام داخل الصفحة، إما تكون في الوسط، إما في يمين الصفحة، وإما في شمال الصفحة أو يسار الصفحة. لدينا هنا 3 كلمات، لدينا كلمة تيستو، لدينا لينكس، ولدينا سكيورتي. كل منهما سنضعه في مكان معين من الصفحة. سنجعل مثلا كلمة تيستو في الوسط، سنجعل كلمة لينكس في اليمين أو الشمال أو اليسار يعني، وسنجعل كذلك كلمة سكيورتي إما في اليسار وإما في اليمين، طبعا يمين أو يسار الصفحة. طبعا كلمة بي تلاحظون هنا يعني وجود واسم بي أو شفرة بي، ضروري وجود واسم بي. وبالنسبة لمن لا يعرف بي فيجب أن ترجع دائما للدروس السابقة. تعرفنا على بي وقلنا أنها تقوم بإعطاء المجال للأسطر والفقرات وتجعل ال HTML يقرأ الأسطر. جميل جدا. بالنسبة لكلمتنا اليوم فهي تكتب، أو يعني شفرتنا اليوم تكتب داخل الوسم بي، يعني ليس لديها وسم خاص، وإنما هذه المرة مستقلة، وإنما تكتب داخل وسم بي. في هذا المثال سوف نقوم بكتابتها في وسم بي. يجب أن تنتبه جيدا، بي يجب أن تكون هي الأولى، يعني بي يجب أن تتجاوز بي وتقوم بوضع فراغ طبعا لكي لا يختلط الكود، ويعني إذا قمت بإلصاق الكلمات كلها فسيفسد الكود. سنقوم بكتابة أونلاين بهذا الشكل، ونقوم بكتابة تساوي. أونلاين طبعا هي محور درسنا هذا اليوم. تساوي، ونقوم بكتابة علامة الاقتباس، ونقوم بكتابة مثلا السنتر كما قلنا في الأول. سنجعل كلمة تيستو في السنتر أو في الوسط أو مركز الصفحة، يعني وسط الصفحة، طبعا من سطر الكلمة، يعني ليس في وسط الصفحة بالضبط، يعني في الوسط، يعني في إحداثيات في 000 يعني في الوسط، وإنما في الوسط بالنسبة للسطر. يعني مثلا في هذا السطر كما تلاحظون هنا، هذا هو وسط السطر. هنا يمينه بالنسبة لي، وهنا يساره بالنسبة لي، لأن بعض الإخوان سيظن أن الوسط هو هنا مثلا، ليس هنا. أنا أقصد دائما في السطر البرمجي أو السطر الخاص بالكلمة أو الجملة. يوجد نعم ذلك الحل، ويوجد تلك ما قلته، ولكن إن شاء الله سوف نتعرف عليه في الدروس القادمة. جميل جدا. سنقوم بعمل سيف ونرى هل أولا فعلا كلمة تيستو تحولت إلى الوسط. كما تلاحظون كما قلنا في السابق، دائما في سطر الكلمة تحولت فعلا إلى الوسط، في حين بقيت لينكس وسكيورتي في نفس مكانهما لم يتغير، لأن لم نقوم بتغيير أي شيء. دائما بنفس الطريقة نأتي إلى لينكس. كما قلت تضع دائما أول شيء مسافة قبل بي، بعد بي، ونقوم بكتابة أونلاين بهذا الشكل، ثم تساوي، ثم علامة الاقتباس، ثم ليفت مثلا، ثم علامة الاقتباس لإغلاق الموضع، لتحديد الموضع. نأتي مرة أخرى إلى سكيورتي، نقوم بوضع مسافة، ثم كتابة أونلاين، ثم كتابة تساوي، وكتابة الاقتباس أو رمز الاقتباس، ثم رايت. جميل جدا. نقوم بعمل سيف ونجرب الآن هل فعلا تم تغيير موضع الكلمات. كما تلاحظون تم تغيير كلمة تيستو أو تيستو، كما لاحظنا في المثال الأول أصبحت في الوسط، كلمة لينكس أصبحت في اليسار، وكلمة سكيورتي أصبحت في اليمين كما تلاحظون. لينكس في اليسار، تيستو في الوسط، وسكيورتي في اليمين. كان هذا هو درس اليوم، نلتقي في الدرس القادم بحول الله. يومها ماذا نقول؟ يوم لا ينفع مال أو خليل أو عيال، كلهم شر